السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وهو السكتة الدماغية أو جلطة المخ أو الستروك، واحدة من أخطر الحالات الطبية الطارئة اللي ممكن يتعرض ليها أي إنسان. السكتة الدماغية بتحصل لما يتوقف وصول الدم لجزء من المخ بشكل مفاجئ، وده بيؤدي لتلف خلايا المخ. ولو ما تلحقش المريض بسرعة، الأضرار ممكن تبقى خطيرة جدا، وممكن توصل للإعاقة أو الوفاة. أنواع السكتة الدماغية: 1. الجلطة الدماغية ischemic stroke، ودي بتحصل نتيجة انسداد في أحد الأوعية الدموية اللي بتغذي المخ. 2. نزيف المخ، بيحصل نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية داخل المخ. طب لو أنا شكيت إن حد قدامي عنده جلطة في المخ، أتصرف إزاي؟ الأعراض بتظهر فجأة وبيتم تلخيصها في كلمة فاست. ركز معايا يا صديقي. فيس، بنطلب من المريض يبتسم أو يبين سنانه، فنلاقي نص الوش بس اللي شغال بالمنظر ده. arm، بنطلب من المريض يرفع ايديه الاتنين، فنلاقي ضعف أو شلل مفاجئ في أحد الذراعين. speech، بنطلب من المريض يقول جملة مفيدة، فهنلاقيه صعوبة في الكلام أو هنلاقيه بيقول كلام غير مفهوم. time، الوقت مهم جدا، لازم نتحرك فورا للمستشفى ونلحق المريض ونسجل وقت بداية ظهور الأعراض. ممكن كمان تلاقي فقدان التوازن، صداع شديد مفاجئ، تشوش في الرؤية. الإسعاف الأولي، وهنا مهم جدا نوضح نقطة خطيرة. المتعارف عليه عند أغلب الناس إنهم يدوا المريض أسبرين أو أسبوسيد فوراً، على اعتبار إنه بيساعد في عمل سيولة في الدم، لكن الحقيقة إن ده غلط كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أعراض نزيف المخ هي نفسها أعراض جلطة المخ، فلو المريض عنده نزيف وإدينا له أسبرين أو أسبوسيد، إحنا كده زودنا النزيف وخلينا الحالة أسوأ. إذن الإسعاف الأول والوحيد هو الاتصال بالإسعاف فوراً، أو نقل المريض لأقرب مستشفى مجهزة. وأنا بأكد على كلمة مجهزة، يعني ما تضيعش وقت وتتحرك على وحدة صحية مثلاً، لأن عامل الوقت في الحالة دي مهم جداً. ما نديش أي دواء قبل ما يتم عمل الأشعة المقطعية أو الرنين لتحديد نوع الجلطة. التشخيص: في المستشفى بيتم عمل أشعة مقطعية CT سكان أو رنين مغناطيسي MRI عشان يحددوا بالظبط إذا كان في جلطة أو نزيف. العلاج: في حالة الجلطة ممكن استخدام أدوية مذيبة للجلطات زي TPA لو الوقت أقل من 4 ساعات ونص من بداية الأعراض، أو بيتم عمل قسطرة لإزالة الجلطة. في حالة النزيف بيتم إيقاف النزيف بأدوية أو جراحة حسب الحالة. بعد المرحلة الحادة لجلطة المخ، المريض غالباً بيحتاج تأهيل شامل، يعني علاج طبيعي للحركة، علاج تخاطب لتحسين الكلام، علاج وظيفي لمهارات الحياة اليومية. طب إزاي نعمل وقاية لنفسنا من جلطة المخ؟ ضبط ضغط الدم، التحكم في السكر، التوقف عن التدخين، ممارسة الرياضة بانتظام، التغذية الصحية وتقليل الدهون. الخلاصة: في جلطة المخ الدقيقة بتفرق بين الحياة والموت، أو بين حياة طبيعية وإعاقة مستمرة. لو شفت حد عنده الأعراض دي، اتحرك فوراً أو اتصل بالإسعاف، وما تديش أي دواء من نفسك. لو عايز تستفيد معانا كل يوم معلومة طبية أو تمريضية، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإن شاء الله معانا هتتعلم التمريض كعلم ومهارة من A to Z.